ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو انت حابب ان انت تدخل مجال التقرب الى الله والروحانيات ديت المقصود بيها ان انت تبقى قريب من ربنا، وبتحابب ان انت تعمل كل حاجة تقربك الى ربنا. مش معناها اي حاجة تانية، ومش معناها ان احنا نسخر جن او ان احنا نتعامل بحاجات فيها جن وحاجات من دي. الكلام دوت غلط. لكن معناها إن أنت بتتقرّب لربنا وعايز تزوّد في الطاعات بتاعتك. بتبدأ عايز تدخل في هذا المجال، بتبدأ إن أنت بتعمل لنَفْسك خلوة، والخلوة معناها إن أنت بتقعد في مكان ثابت في نَفْس المكان دوّة كل يوم على سجادتك. المكان دوّة بيكون طبعًا طاهر، ما فيهوش أي صور أو أي مثلًا قطط أو كلاب أو أي شيء. بيكون بتستقبل القبلة، بتكون متوضّي، بتكون ثيابك طاهرة. بتكون حاطط أي نوع من أنواع المسك أو العود أو العنبر أو ماء الورد، أي ريح طيبة، لإن أنت لمّا بتبدأ تذكر ربنا بيلتف حولك الملايكة، لإن الملايكة في أي مكان بيلاقوا فيه ذكر ربنا بيلتفوا حوالين العبد ده. طبعًا إحنا عارفين إن المكان اللي فيه صور ما بيدخلوش ملايكة. لو المكان ده فيه قطط أو كلاب أو حاجات من دي الملايكة مش هتدخله. فإحنا عشان كده بنقول بنحط ريح طيبة، عود أو عنبر أو مسك، وبنبقى مستقبلين القبلة، بنبقى قاعدين معتدلين، إحنا كأننا بنصلي بالضبط، قاعدين على سجادة الصلاة بتاعتنا، قافلين علينا الباب علشان ما حدش إن هو يعوقنا وإحنا بنذكر ربنا. بتثبِّت المكان دوّة كل يوم، لإن هو دوّة المكان اللي بييجي بقى تنتظرك فيه الملايكة. الملايكة بتقول في اليوم دوّة كان عبدك قاعد بيذكرك في المكان دوّة، ولمّا ما بتبقاش موجود بيبدأوا يسألوا عنّك، يا ترى الشخص دوّة مش موجود ليه؟ وبيبدأوا يستغفروا ليك. أنت متخيّل؟ فعشان كده إحنا بنثبِّت المكان بتاع الذكر بتاعنا، وبنعمل لنا خلوة علشان نكون قريبين من ربنا، وعشان ما فيش أي حاجة تقدر تمنعنا عن إن إحنا نبدأ في ذكرنا لربنا. أول حاجة هتعملها إن أنت هتبدأ في تحصين نفسك، والتحصين دوّة علشان الشيطان طبعًا أول ما بيلاقي عبد كان ربنا لاهيه عن العبادات والطاعات ويبدأ بقى يذكر ربنا ويتقرب إلى ربنا ويتعبد، بيبدأ الشيطان يتغاظ وبيبدأ يحاول إن هو يلهيه عن التعبد إلى ربنا والتقرب إلى الله. فهيبدأ إن هو يخليك دايمًا يحط في دماغك أفكار وأوهام ويخلّيك إن أنت دايمًا إيه ده ممكن يحصل كذا، ويفكّرك بأحداث كتيرة جدًا كانت حتى مش على بالك، علشان تبدأ إن أنت تنشغل عن ذكر ربنا وتقوم من ال الذكر بتاعك أو المجلس الذكر بتاعك، وتبطّل إن أنت تذكر ربنا. فإحنا عشان كده بنبدأ إن إحنا أول ما بنقعد على السجادة خلاص بنقرأ الفاتحة 7 مرات وبنوهبها لرسول الله ولآل بيته. بعد كده بنقول آية الكرسي 7 مرات، بنقول الفاتحة 7 مرات، آخر آيتين من سورة البقرة لو قُلتها مرّة واحدة فهي كفاية، لإن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. بتقول قُل هو الله أحد وقُل أعوذ برب الفلق وقُل أعوذ برب الناس، كل واحدة فيهم 7 مرات. بتقول سورة الزلزلة 7 مرات، الكافرون 7 مرات. بتقول لو أنت مثلًا عندك أذى روحي أو دايمًا عندك مشاكل فيها سحر أو كده، بتقول أول 10 آيات من سورة الصفات. وتبدأ بقى إن أنت خلاص هتبدأ الذكر بتاعك. الذكر دوّة في حاجات أساسية ما ينفعش إن إحنا نخلّي يومنا خالي منها. الحاجات ديّة هي الاستغفار، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. يعني لازم كل يوم نستغفر ربنا، لإن ما فيش يوم بيعدّي علينا من غير ما بنذنب، والذنوب ديّة كتيرة جدًا. وفي ذنوب الخلوات اللي هي الحاجات اللي أنت بتعملها وما حدش شايفها. في الذنوب اللي دايمًا الشيطان بيوسوس لك قوم اعمل كذا، حتى لو أنت اتكلمت على حد، جبت سيرة حد، أي حاجة. فما فيش يوم بيعدّي غير وكلنا بنذنب، لإن ما فيش حد لا يذنب غير الأنبياء والمرسلين فقط. فبنبدأ إن إحنا نستغفر أقل حاجة 1000 مرّة في اليوم، الصلاة على سيدنا محمد 1000 مرّة في اليوم. وأنا نسيت أقول لكم إن من أجمل صيغ الاستغفار استغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهي الاستغفار بالصيغة النبوية، وبنقول 1000 مرّة، وبعد كده بتزوّد بقى بس لمّا ربنا بيعينك. الصلاة على سيدنا محمد، ومن أجمل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية اللي بنقولها في آخر التشهُّد. بتقولها 1000 مرّة في اليوم وبتحافظ عليها كل يوم وما بتقلّلش الأعداد عن كده. لا إله إلا الله ذكر التوحيد بتقوله 1000 مرّة في اليوم وتفضل محافظ عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أنا عايزة أقول لكم إنها بتدفع عنك من البلاء العديد والعديد مما لا تتخيل. يعني ممكن يكون هتحصل كوارث أو مصايب بذكرك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بتدفع عنك بلاء كتير جدا. حافظ عليها 1000 مرة في اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، قولها حتى لو بأعداد بسيطة، 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة. هي ليها عدد معين وليها دعاء بعد كده بتقوله، والدعاء دوت بعديه بتطلب حاجتك، لأن مع الاستمرار بتستجاب دعوتك. وقيل إن بسم الله الرحمن الرحيم ديت إنها من اسم، يعني فيها اسم الله الأعظم. بعد كده بتقول بتقرا جزئين من القرآن وبتحافظ عليهم، وأقل حاجة إن أنت تقرا جزء واحد في اليوم وحافظ عليه، لأن لازم تختم القرآن في شهرك. ما تكونش من الهاجرين للقرآن، فلازم تختمه على الأقل مرة أو مرتين. وفي ناس بيبقى عندهم الهمة بيختموه 3، في ناس بيختموا المصحف 10 مرات في الشهر. فحاول ان انت تثبت، كل ما بتثبت في طاعاتك حتى لو اعداد قليله ربنا بيعينك، وبعد كده انت بتلاقي عندك همه. بعد كده ربنا بيفتح قدامك مجالات كتيره، بعد كده ربنا بيديك اذكار معينه تقولها. حافظ على اذكار الصباح والمساء، لان فيهم حمايه ليك وحصن حصين ليك من شياطين الانس والجن. حافظ على تاج الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد الفجر و100 مرة بعد المغرب. أنا عايزة أقولك إن دول فيهم حصن حصين من الشيطان ومن كل شياطين الإنس والجن، ومن أي حد ممكن إن هو يحاول يأذيك، ومن أي أذى أنت ممكن تتخيله من شياطين الإنس والجن. في ناس كتيرة كانت مصابة بأمراض روحية اللي هي سحر أو مس أو الحاجات دي، ولما بدأت تقول الذكر دوت بأعداد كبيرة 7000 10000 ربنا شفاها تماما. في ناس كان عندهم أمراض السرطانات، ولما بدأوا يداوموا على الذكر ده برضو بأعداد كبيرة جدا ربنا شفاهم من الأمراض ديت. وفي يعني في معجزات كتيرة جدا بالذكر ده، لأنه من الأذكار الجميلة جدا، ولما بتقوله لا يقربك شيطان أو إن أو جان أو أي نوع من أنواع الأذى. بعد كده صلاة قيام الليل، وصلاة قيام الليل دي بتجعل في وجهك نور، وبتجعل في حياتك نور، وبتنور طريقك. والدعوات اللي انت بتقراها في قيام الليل ديت بتبقى ربنا بيعجل لك بيها بسبب قيام الليل. اقل حاجة ان احنا بنبدأ في البداية بركعتين، وبعد كده بتزود ان انت بتوصل ل11 ركعة بس بتداوم عليهم. وخير الاعمال اقلها ولو أقلها وإن دامت، يعني إنما ما تكترش في الأعداد وبعد كده تيجي الهمة يبقى ما عندكش همة، ما عندكش وقت، الشيطان يبعدك. فما تبدأ إن أنت تبطل الحاجات دي. اقروا سورة ياسين 7 مرات، وادعوا بالدعاء اللي انتم نفسكم ان ربنا يحققه لكم، او مرة واحدة في اليوم. حاول ان انت تبدأ في كل يوم ان انت تحافظ على الحاجات دي. سورة الواقعة حافظوا عليها كل يوم، لانها بتديك بركة في الرزق وفي الصحة وفي العمر وفي كل شيء. حافظ على سورة الملك قبل ما تنام، لان هي بتنور لك قبرك يوم القيامة، وبتكون شفيعا لصاحبها يوم القيامة. لو انت في البداية وعندك طاقة وعندك همة وعندك لسه نشاط، اقرا سورة البقرة كل يوم، لان سورة البقرة هتلاقي فيها بركة كتير جدا. هتبعد عنك اي شيء ممكن يأذيك، هتقرب منك الناس الكويسة، هتبعد عنك الناس المؤذية، هتكون ليك شفاء من الأسحار والأمراض ومن كل شيء. هتنور لك طريقك، هتحس كده ببركتها في كل شيء. هتلاقي بيتك هادي، هتلاقي الناس اللي حواليك هادين، هتلاقي لو انت الناس اللي هم بعاد عنك يبدأوا ان هم يرجعوا يكلموك ويبقوا قريبين منك. نحاول ان احنا نحافظ على الحاجات دي في البداية دي، في بداية الطريق. اقل حاجة في ان انت تمشي على الحاجات ديت 40 يوم واستمر عليها. بعد كل صلاة ردد لفظ الجلالة الله 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 66 مرة، هو ده العدد بتاعه ان انت بتقوله بعد كل صلاة. وبعد كده لما بتزود ممكن بقى تقول يا رب اللهم بحق هذا اللفظ حقق لي لفظ الجلالة، حقق لي ما أريد. واستمروا على الحاجات دي وإن شاء الله ربنا يديكم